السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشهد إنساني مؤثر وتحت ظروف مناخية قاسية، خرج عشرات المواطنين من ساكنة أعالي جبال بوتفردة في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، قاطعين مسافات طويلة وسط الثلوج الكثيفة والبرد القارس في اتجاه عمالة إقليم بني ملال. وجاءت هذه المسيرة تعبيرا عن غضب الساكنة واحتجاجها على ما وصفته بتعقيد مساطر منح رخص البناء، وهو ما تقول الساكنة إنه حرمها من حقها في السكن اللائق، وزاد من معاناتها اليومية، خاصة بالمناطق الجبلية التي تعاني من العزلة القاسية خلال فصل الشتاء. واختار المحتجون من نساء ورجال وشيوخ هذا الشكل النضالي الصعب بعد أن استنفذوا حسب تصريحاتهم جميع السبل الإدارية والقانونية دون جدوى، مؤكدين أن تأخر أو رفض رخص البناء حال دون ترميم منازلهم أو إعادة بنائها، رغم أن العديد منها مهدد بالانهيار. ورغم التساقطات الثلجية الكثيفة وصعوبة المسالك الجبلية، أصرت الساكنة على إيصال صوتها إلى السلطات الإقليمية، معتبرة أن الاحتجاج لم يكن خيارا بل ضرورة فرضتها الظروف، في ظل ما وصفوه بالتجاهل والجمود الإداري. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بتبسيط مساطر رخص البناء بالمناطق الجبلية، ومراعاة الخصوصية الجغرافية والاجتماعية للمنطقة، وفتح حوار جد ومسؤول مع الساكنة، وتمكين المواطنين من حقهم المشروع في السكن. وتعيد هذه المسيرة الاحتجاجية إلى الواجهة معاناة سكان العالم القروي والمناطق الجبلية، حيث تتقاطع العزلة وقساوة المناخ وتعقيدات الإدارة، لتشكل عبئا يوميا على مواطنين لا يطالبون سوى بحقوق أساسية يكفلها الدستور. وفي الختام، يبقى السؤال مطروحا: إلى متى سيظل المواطن الجبلي مضطرا للاحتجاج وسط الثلوج حتى يسمع صوته؟ ننتظر آراءكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو. هل ترون أن مساطر رخص البناء تراعي فعلا واقع المناطق الجبلية؟ ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب حتى يصل الصوت إلى الجميع.